مسؤولي النادي الأهلي بيتجهوا لتعديل وتمديد عقد إمام عاشور، وبدل ما يكون في الفئة الأولى هيكون في الفئة المميزة، وده طبعا علشان يحافظوا عليه من العروض اللي بدأت تجيله وخصوصا من الدوري السعودي. ومسؤولي النادي الأهلي عايزين يمددوا لإمام عاشور لمدة سنتين كمان هيتضافوا في عقده علشان يكمل لمدة 4 مواسم تاني مع النادي الأهلي. وبصراحة مسؤولي النادي الأهلي لو عملوا كده هتكون خطوة مميزة جدا، لأنهم بالشكل ده بيحافظوا على أهم لاعب في الموسم الحالي بالنسبة للفريق. وأرقام إمام عاشور هي اللي بتقول كده، لان هو دلوقتي وصل لانه يكون هداف الدوري برصيد 12 جون، ونتمنى ان هو يفضل يكون ماشي على الوضع ده. كان في اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، واتفقوا على ضم الباك الشمال محمد شكري لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، واسامه فيصل مهاجم البنك الاهلي. وكمان بيتم المفاضله ما بين عمر فايد وياسين مرعي وعمرو الجزار علشان يضموا 2 لعيبه لتدعيم خط الدفاع. اما بالنسبه لتدعيم خط النص، دلوقتي في مفاوضات مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت، واللاعب احمد ربيع لاعب البنك الاهلي، والكفه بتميل اكتر ناحيه اللاعب الفلسطيني حامد حمدان. وعلى ذكر مركز حراسه المرمى، النادي الاهلي بيقرر تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير لمده 4 مواسم، وهيتحول من الفئه الثالثه للفئه الثانيه، وده طبعا علشان يقفلوا معاه صفحه الاحتراف. النادي الاهلي بيستقر على الخماسي الاجنبي للموسم الجديد، وهم جرادي شار واليو ديانج ومحمد بن رمضان واشرف بن شرقي واشرف داري. والنادي الاهلي بينهي اجراءات استخراج تاشيره محمد بن رمضان واليو ديانج علشان يسافروا مع الفريق علشان منافسات كاس العالم للانديه. مسؤولين نادي زد بيتواصلوا مع مسؤولين النادي الاهلي علشان استعاره اللاعب عمر الساعي لمده موسم واحد. وللعلم مسؤولين النادي الاهلي كانوا تواصلوا معاهم قبل كده علشان يشتروا عقد مصطفى العش، وممكن يحصل تبادل في الصفقات ما بين نادي زد والنادي الأهلي. وهيكون عمر الساعي ورضا سليم هيكونوا ضمن صفقة مصطفى العش، بس هيكونوا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وده طبعا مع دفع مبلغ مالي، أو ياخدوا أي لاعب تاني يكون من الناشئين برضه على سبيل الإعارة. على الرغم من إن النادي الأهلي مش هيفعل بند الشراء الخاص باللاعب يحيى عطية الله، والنادي الأهلي بلغه بكده، ونهاية إعارة يحيى عطية الله مع النادي الأهلي هتنتهي يوم 15 يوليو. بس في احتمال كبير انه يسافر مع الفريق في رحلة كأس العالم للأندية في أمريكا، وده احتمال كبير ممكن يحصل بنسبة 95%. وبالنسبة للإصابة اللي كانت عنده، الجهاز الطبي بيأكد ان هو جاهز هو وكريم الدبيس علشان المشاركة في التدريبات الجماعية، ويكونوا مستعدين لماتش نادي فاركو يوم الأربعاء 28 مايو في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام. الموهبة بلال عطية لاعب فريق 2008 كان في عرض جاله انه يقضي فترة معايشة في نادي كوبنهاجن الدنماركي في نهاية شهر مايو، ومسؤولين النادي الأهلي وافقوا على العرض. وفي نفس الجواب اللي جه للنادي الأهلي طلبوا إنهم يضموا اللاعب بصفة نهائية بعد ما يتم السن القانوني اللي هو 18 سنة. اللاعب كريم فؤاد بيشارك في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي بشكل تدريجي، بس للأسف مش هيسافر مع بعثة النادي الأهلي في أمريكا عشان لسه مش جاهز بشكل كامل، لا من الناحية الفنية ولا من الناحية البدنية. الإعلامي سيف زاهر بيعلن إن مسؤولي النادي الأهلي خدوا قرار بخصوص عقود كل اللعيبة قبل ما تبدأ منافسات كأس العالم للأندية، وهو إن مسؤولي النادي الأهلي قرروا على تعديل وتمديد كل اللعيبة اللي قربت تنتهي عقودهم، وده طبعا لأسباب تسويقية وفنية. خالد عبد الفتاح قريب من الانتقال للبنك الأهلي في الانتقالات الصيفية اللي جاية، وإدارة البنك الأهلي تواصلت مع وكيل اللاعب خالد عبد الفتاح، واللاعب موافق إنه ينضم لفريق البنك الأهلي. ومن اللعيبه اللي ممكن كمان ما تكملش مع النادي الاهلي وتكون موجوده معاه في الموسم الجديد هو اللاعب كريم نيدفيد. ونادي سيراميكا كليوباترا بعت عرض للنادي الاهلي علشان يضم اللاعب بصفه نهائيه، والكابتن علي ماهر كلمه السر في كده لانه شايفه افضل لاعب خط نص يقدر يخدم خططه في الملعب. نادي الوقرة القطري بيرفع بيه عقد حمدي فتحي، وبيحاولوا مسؤولين النادي الاهلي انهم لو مش هيقدروا يضموه بصفه نهائيه على الاقل يضموه لمده موسم واحد بس على سبيل الاعاره. خلاص النادي الاهلي مش ناوي انه يجدد لعلي معلول، وده لاسباب كتيره، منها مثلا عامل السن، وتاني حاجه انه اكتر لاعب بياخد مقابل مادي بالدولار في النادي، وفي المقابل الاستفاده الفنيه منه مش بالشكل المطلوب خصوصا بعد الاصابه اللي حصلت له، وتالت حاجه ان النادي الاهلي عايز يستغل مكان اللاعب الاجنبي في مركز تاني غير مركز الباك الشمال، وتفريط النادي الاهلي في علي معلول ده مش نكران جميل من اداره النادي الاهلي للاعب كبير زي علي معلول ابدا، لانه هو اصلا كان هيمشي من النادي الاهلي قبل الاصابه، وده اللي خلى مستر كولر خرجه تماما بره حساباته. ورغم كده اداره النادي الاهلي جددت له موسم تاني، واتحسب لاعب اجنبي في القايمه من غير الاستفاده منه نهائي. وخلينا متفقين مهما كانت قيمه اللاعب وتاثيره هيكون مع النادي عامل ازاي،
بس احنا عندنا النادي الاهلي اهم حاجه، ومصلحته فوق اي اعتبار. وطبعا اللي شاف لحظه اعتزال محمد ابو تريكه ومحمد بركات ووائل جمعه وعماد متعب وقبل منهم لعيبه كتير قوي هيعرف معنى الكلام ده. نادي الزمالك دلوقتي بيخطط انه يتعاقد مع اللاعب حمزه علاء وكريم نيدفيد، ونادي الزمالك في الوقت ده اي لاعب اسمه مرتبط بالنادي الاهلي هيبدا انه يتفاوض معاه، خصوصا بعد ما النادي الاهلي ضم امام عاشور واشرف بن شرقي وزيزو، وكان قبل منهم محمود كهربا. ونادي الزمالك اتواصل مع وكيل حمزه علاء وكريم نيدفيد ومتمسك بيهم جدا، بس حمزه علاء رفض عرض نادي الزمالك تماما بسبب ان هو كده كده هيكون خارج النادي الاهلي في الموسم الجديد، بس هو عايز يخرج من النادي الاهلي للاحتراف الخارجي حتى لو كان في اي دوري درجة تانية في اي دولة في اوروبا.